يلا بينا على طول نعمل صوص الفلفل الأحمر. معايا فلفل أحمر نضفته كويس قوي وشلت البذر والشعيرات اللي فيه، وبعدين رصيت جزء منه على شبكة على صينية فيها ورقة زبدة، والجزء التاني حطيته في الكبة عشان أفرمه عشان أسويه على البوتاجاز من فوق. بعد كده حطيته في حلة وسبته على نار هادية جدا زي بتاعة الرز كده من ساعتين لثلاث ساعات. واللي في الفرن نفس الحكاية برضو، رصيته وسبته من ساعتين لثلاث ساعات لحد ما المية اللي فيه تنشف خالص، وبعدين طلعته وسبته يبرد وحطيته في الكبة وضربته زي ما احنا شايفين. بعد كده برجع للي في الحلة تاني، ما اغطيش عليه يا جماعة واسيبه على نار هادية جدا لحد ما الميه اللي فيه تنشف خالص. بعد كده لما برد حطيت عليه معلقتين من الملح الخشن عشان احفظه، وبعدين نقلته في طبق تاني وحطيت عليه الفلفل اللي انا شويته في الفرن، اللي انا فرمته وشويته في الفرن عشان بيديه طعم حلو قوي، واقلبهم مع بعض. واحط بقى معلقتين من الخل الابيض ومعلقتين من زيت الزيتون واقلبه واحطه في برطمان معقم ونضيف ويكون ناشف. بعد كده بغطي وشه بزيت الزيتون واحفظه في التلاجة. بعد كده لو عايزه ما تحفظيش ده في التلاجة، ممكن تحطي معلقتين ثلاثه في كل كيس وتحطيه في الفريزر. الف هنا وشفا.